أمير المؤمنين فدتك نفسي، وخال المؤمنين لك السلام. يقول ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. طبعا هذه اللفظة رواها البخاري بهذه الصيغة بدون تقتله الفعل الباغي، بدون لفظة تقتله في الباغي. هذه اللفظة صححها البخاري في بعض النسخ بهذه اللفظ بدون زيادة تقتله الفعل الباغي. هذا كتاب دلائل النبوة للبيهقي الجزء الثاني دار الكتب العلمية. يقول في هذا الكتاب يقول: ورواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن عبد العزيز، إلا أنه لم يذكر قوله تقتله الفئة الباغية. البخاري في بعض الطبعات وجدت هذه اللفظة في صحيح في فتح الباري. هذه في فتح الباري مثلا هنا: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوه من الجنة ويدعونه إلى النار. هذه أصلا موجودة في بعض نسخ البخاري دون بعض. ببعض نسخ البخاري دون بعض. لماذا؟ يعني ممكن نستنتج منها أشياء، يعني نستنتج منها أشياء. بعض العلماء يقولوا أصلا ليست موجودة هذه اللفظة في البخاري أصلا ما أوردها. بعض العلماء يقولوا لا، البخاري كان قد كتبها في بعض النسخ ثم تبين له أن فيها علة خفية فحذفها من بعض النسخ، لكن فات الأمر. ماذا قال الحافظ ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث من فتح الباري؟ يقول هنا في فتح الباري شرح صحيح البخاري ويتكلم عن الروايات هذه، يقول: واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع، وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا، وكذا قال أبو مسعود الحميدي، ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمدا. قال: وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث. قلت: ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدا وذلك لنكتة خفية. ما هذه النكتة الخفية؟ يقول أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا أبو سعيد الخدري وهو راوي الرواية نفسها ويتكلم عن نفسه، يقول: أنا لم أسمع هذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تهذيب المختصر في النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح قال هنا للمهلب بن أبي صفرة الأندلسي، وقال بتخريج الأسانيد وجمع الروايات دون إخلال بألفاظه وأسانيده. ماذا يقول هنا؟ قال: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هل يوجد لفظة تقتل الفئة الباغية؟ ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا شرح صحيح البخاري لابن بطال الجزء الخامس. كيف شرح اللفظة هذه؟ قال: يدعوهم إلى الله، لأنه في لفظة هكذا. قال: فيريد والله أعلم أهل مكة. كيف شرحها؟ لأنه لا يوجد في هذه الرواية عنده لفظة ايش؟ تقتل الفئة الباغية. ثابت أن عمار كان يعذب في بداية الدعوة وأكرهوه على قول كلمة الكفر وسب النبي. قال: يدعوهم إلى الله فيريد والله أعلم أهل مكة الذين أخرجوه من دياره وعذبوه في ذات الله لدعائه لهم إلى الله. ولا يمكن أن يتأول هذا الحديث في المسلمين البتة، لأنهم قد دخلوا دعوة الله، وإنما يدعى إلى الله من كان خارجا من الإسلام. وقوله ويدعونه إلى النار دليل أيضا على ذلك، لأن المشركين أهل مكة إنما فتنوه وطلبوه أن يرجع إلى دينهم فهو في النار. ثم قال لأن محنة عمار كانت بمكة مشهورة، فأشار عليه السلام إلى ذلك. على قصة بداية إسلام عمار. نعم. لأن يعني مش موجودة اللفظة اللي هي تقتله الفئة الباغية. تقتله الفئة الباغية. هنا في تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ ابن حجر ومعه النكت الظراف على الأطراف للحافظ ابن حجر العسقلي. أما تحفة الأشراف فهي الحافظ المزي. ماذا يقول عن الحديث؟ قال هنا: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. لاحظ معي هنا عامل رمز البخاري خاي عن البخاري. قال: وليس فيه، يعني البخاري، تقتل عمار الفئة الباغية. يعني ليس موجود في لفظ البخاري. هذا كلام الحافظ المزي وهو من العلماء الجهابذة الكبار. هذا كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين للبخاري ومسلم لمحمد بن فتح الحميدي،
فتوح الحميدي الذي جمع بين ألفاظ الصحيحين ماذا يقول؟ يقول هنا: وفي هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلا في طريقي هذا الحديث. ما معنى في طريقين؟ لأن البخاري أورده في مكانين مختلفين في صحيحين. قال: ولعلها لم تقع إليه فيهما، يعني هنا الحميدي قال لعل البخاري ما وقعت له هذه الرواية أصلا، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك، قصده في ذلك، يعني غرض بما يتعلق بعلم الحديث. ثم قال أبو مسعود الدمشقي من كتابه: لم يذكر البخاري هذه الزيادة وهي في حديث عمار. جئنا أنه ثلاثة أقوال: قول أنه رواه البخاري بدون هذا اللفظ، وذكرنا عدة من العلماء. نأتي الآن أن هناك من العلماء من قدح في صحة الرواية أصلا، وقال هذه الرواية غير صحيحة. هذا العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي، الجزء المجلد الثاني، يقول هنا: وأما قوله عليه السلام لعمار: تقتلك الفئة الباغية، وقد أخرجه البخاري من حديث أبي قتادة وأم سلمة، طبعا نحن قد تكلمنا عن هذا، إلا أن أبا بكر الخلال ذكر أن أحمد بن حنبل، عد معي، أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا خيثمة والمعيطي ذكروا هذا الحديث: تقتل عمار الفئة الباغية، فقال فيه ما فيه حديث صحيح. وأن أحمد قال: قد روي في عمار تقتل الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح. هنا يأتي المنتخب من علل الخلال، هنا الذي انتخبه ابن قدامة المقدسي، يقول هنا وهو يتكلم عن صفين والجمل، يتكلم عن صفين والجمل، يقول هنا: سمعت أبا أمية محمد بن إبراهيم يقول: سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيطي ذكروا تقتل عمار الفئة الباغية، فقالوا ما فيه حديث صحيح. وسمعت عبد الله بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روي في عمار تقتله الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح. يقول هنا أبو حيان في كتاب الوصائر والذخائر، يقول: وعلى ذكر ابن الجعابي، هذا أحد العلماء المحدثين وقيل فيه ما قيل يعني، لكنه محدث إيش مشهور، قال: وعلى ذكر ابن الجعابي فإني سألته، يعني هنا أبو حيان التوحيد يقول سأل ابن الجعابي الذي عنده علم الحديث عن قوله عليه الصلاة والسلام لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. ماذا قال ابن الجعابي؟ لا أصل له ولا فضل. لا أصل له، لا أصل له. وأعلم أن هذه الزيادة أنكرها كثير من العلماء. عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، هذه الزيادة لم تكن في صحيح البخاري وإنما أضيفت إليه. بعد حين التقيت الدكتور بشار عواد، معروف والرجل من علماء الحديث، فلما ناقشته عن حديث أو هذه الزيادة، زيادة عمار تقتله الفئة الباغية، قال لي بهذا النص، قال: صغار طلاب الحديث يعرفون أن هذه الزيادة ضعيفة لم تكن في البخاري. محقق الجامع للأصول اللي هو الشيخ عبد القادر الأرناؤوط يقول: والصواب أن هذه اللفظة لم تكن موجودة أصلا في صحيح البخاري، والذي يظهر لنا أن بعض النساخ المتأخرين أدخلوها على الأصل. وأنا ما أقول بعض النساخ، أقول بعض المساخ. شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 للهجرة في منهاج السنة وغير منهاج السنة، يعني في الفتاوى الكبرى أيضا ذكرها، في منهاج السنة 415 قال: لكن في كثير من النسخ لا يذكر الحديث بتمامه، يعني الحديث ما بهذه الزيادة، بل فيها ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذه الزيادة خلوها بالنص: ويح عمار تقتلك الفئة الباغية أو تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وعمار وعلي قتالهم، لا مو على جنة ونار.
مو على جنة ونار، كلا الفئتين مسلمون. شمس الدين الذهبي المتوفي سنة 748 في تاريخ الإسلام 2 صفحة 9 قال عن حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية، أخرجه البخاري دون قوله تقتله الفئة الباغية. ابن كثير المتوفي سنة 774 في البداية والنهاية 3264 قال روى هذا الحديث الإمام البخاري إلا أنه لم يذكر قوله تقتلك الفئة الباغية. ويقول الدكتور محمد طاهر البرزنجي وهو حي يرزق موجود في قطر الآن في بحثه حقيقة معاوية رضي الله عنه قال فاستيقنت، هذا بعد البحث بنهاية الخلاصة، قال فاستيقنت أن النص المطبوع بين أيدينا من صحيح البخاري والتي هي النسخة اليونينية كتبت نهاية القرن السابع الهجري المروية من طريق واحد عن البخاري وعن الفربري قد وهم فيها بعض الرواة في هذه اللفظة. وقعت يدي على مخطوطتين لصحيح البخاري، واحدة أرسلها صديق لي طبيب مقيم في بريطانيا، أرسلها إلي من يعني المخطوطة من المكتبة، مكتبة دار الشامي في اسطنبول لصاحبها مولود جيلان، من هذه المكتبة صورها وأرسل إلي موضع الشاهد. السلام عليكم، هذا هو الحديث حبيت أشوفك إياه. وعمار لبنتين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه ويقول ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. نعم. ومخطوطة أخرى أرسلتها إلي إحدى الأخوات من المملكة العربية السعودية من محفوظات مكتبة راشيد أفندي بتركيا، نسخها الناسخ محمد بن سكر الشافعي، طبعا تاريخ النسخ 739 هجرية، في باب التعاون في بناء المسجد، باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز إلى أن يقول عن عكرمة عن أبي سعيد أي الخدري، يعني الرواية عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري، حتى أتى على ذكر بناء المسجد قال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، لا يوجد تقتله الفئة الباغية.